كرواتيا في ملعب الإرسال. مساك الله بالخير يا باسل، وإيش أجواء التدريبات عندك؟ شلون جاهزية المنتخب الكرواتي؟ مساء الخير لكم ولكل السادة المشاهدين. بالفعل المنتخب الكرواتي بدأ قبل قليل تدريباته. الملاحظ بأنه اللاعب بورنا سوسا اللاعب المصاب بدأ يتمرن تمرين خفيف لاستعدادا ربما للمشاركة غدا أمام اليابان. تحدثت قبل قليل مع الإعلاميين ومع الكادر الفني، هناك ثقة كبيرة جدا بأن خبرة كرواتيا قد تغلب اليابان، ولو أن اليابان يمتلك سرعة وروح قتالية عالية، هذا ما يتخوف منه المدرب. لذلك سيركز في تدريبات اليوم على الارتداد الهجومي السريع الذي يتميز به المنتخب الياباني. ايضا قالوا بانه هذه الثقه العاليه قد تكون ايضا عامل سلبي للمنتخب الكرواتي، لان اليابان فازت على اسبانيا وفازت ايضا على المنتخب الالماني، وبالتالي اليابان ليست سهله، قد تكون ايضا مفاجئه للمنتخب الكرواتي بان يخرج المنتخب الكرواتي على يد اليابان. هذا كل شيء من هنا من ملاعب ارسال. اعود اليكم زملائي. شكرا لك يا باسل. اكيد مش سهله اليابان انتصرت على المانيا وانتصرت على اسبانيا، والان كرواتيا راح تواجه هذا المنتخب الاسيوي الشرس، وعوده لبعض المصابين في كرواتيا، وهي مباراه مصيريه غدا وصعبه اكيد لوصيف كاس العالم. شكرا جزيلا لك يا باسل. إذا نرجع لكم بالصورة لليالي العربية والمناطق المخصصة لمتابعة المباريات عبر الشاشة. أكيد مستمرة الأجواء من كل أنحاء الدوحة، ونشوف يعني في الحي الثقافي كتارة في منطقة فيفا